النادي الاهلي عمل المطلوب اثباته وخرج بالتعادل، خد نقطه من المباراه، بس في كذا نقطه كده عايز اتكلم عليها. ليه النادي الاهلي ما يروحش يكسب هناك؟ ليه النادي الاهلي ما ياخدش الثلاث نقاط ويبقى ضمننا الصعود خلاص ونريح نفسنا في المباراه اللي جايه؟ ليه النادي الاهلي بيعمل احترام زياده عن اللزوم للفرق دي؟ يانج افريكانز فريق على قده، مش هو صن داونز اللي تعمل له احترام، مش هو الوداد او الترجي اللي تعمل له احترام زياده عن اللزوم. انت رايح وعايز تاخد نقطه، واي فريق بيبقى رايح وعايز ياخد نقطه بيبقى معرض للهزيمه، وانت النهارده كان ممكن تخسر، وساعتها يانج افريكانز كان هيقرب منك في النقاط. انت دلوقتي معاك 8 نقاط ويانج افريكانز معاه 5 نقاط. نفسنا نكسب ونريح نفسنا من المباراه اللي جايه. انت بتقدر الفرق اكتر من اللزوم، عشان كده الفرق بتركب عليك لا مؤاخذه. خلي اللعيبه عندها جرأه، خلي اللعيبه تروح تهاجم في اي حته. احنا النادي الاهلي، لو انت ما تعرفش قيمه النادي الاهلي واللعيبه مش عارفه قيمه النادي الاهلي، فالجمهور عارف قيمه النادي الاهلي. انت النادي الاهلي، اي فريق بيشوف الفانلة الحمراء بيترعب منها، فتروح تهاجم. تروح ماتش زي ده انت عايز تكسب، اعتبارا انت عايز تاخد الثلاث نقاط، والثلاث نقاط دول لو ما خدتهمش مش هتصعد، هتروح تموت نفسك. اعتبر نفسك انت عايز الثلاث نقاط دول وروح اكسب، ما تروحش تلعب على التعادل، لان كلنا عارفين اللي بيروح يلعب على التعادل ممكن يطلع خسران، وبنسبه 90% بيطلع خسران. وانت شفت النهارده كان ممكن تخسر لولا ديانج، كان ممكن تخرج بهزيمه لولا الهدف اللي دخل ولولا كرم ربنا. ما لعبتش كويس النهارده، ادائك كان زي الزفت النهارده، فاتمنى اللعيبه يبقى عندها جرأه اكتر من كده، ياسس روب يبقى عنده جرأه اكتر من كده. انت عندك سكواد عالمي، انت عندك لعيبه على اعلى مستوى. قول للعيبه احنا عايزين نكسب، احنا جايين عشان نكسب في اي وقت وفي اي مكان. سيبك بقى من الساعه 3 العصر واللعيبه مجهده واللعيبه مش عارف مالها، واللعيبه ما عملتش الاستشفاء بتاعها، واللعيبه لعبه ماتشين، ماتش قصاد دجله وقصاد يانج افريكانز في القاهره. ليه يا معلم؟ نلعب كوره، نلعب كورتنا، نروح نهاجم، نروح نكسب. فاتمنى عقليه اللعيبه واتمنى عقليه الجهاز الفني تتغير، ان احنا نروح نكسب في اي حته. الفرق الضعيفه اللي زي دي نقدرها، بس ما نديهاش تقدير اكتر من اللازم، لان لما تديها تقدير اكتر من اللازم بتركب زي ما حصل النهارده. اتمنى بعد كده لما نروح نلعب في اي حته يبقى احنا رايحين نكسب، رايحين نكسب، مش رايحين نتعادل. والحمد لله على التعادل، والحمد لله احنا لسه في صداره المجموعه. النهارده الجيش الملكي وشبيبه القبائل لو اتعادلوا انت صعدت رسمي من غير ما تلعب اي مباراه ومن غير ما تضغط على نفسك. ولو كنا كسبنا النهارده كنا صعدنا رسمي من غير ما نبص على نتيجه شبيبه القبائل والجيش الملكي. بس يلا باذن الله الجيش الملكي وشبيبه القبائل النهارده يتعادلوا ونصعد رسمي ونريح نفسنا في المباريات اللي جايه. بس كده، يلا سلام.